أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مش الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. نحتفل هذه الأيام بذكرى ثورة 21 من صفر المعروفة إعلاميا باسم 25 من يناير. ثورتنا المباركة التي يزايد عليها أعدائها في عيدها الثاني بدلا من الاحتفال والابتهاج بنجاحاتها الكبيرة. رئيس ملهم من عصر الصحابة ومش فلول، دستور لم تصل إليه البشرية بعد، وبدل النعم قلنا 2، فخدنا الاستقرار واحتفلنا بيه. احتفلنا بيه في ميدان التحرير، حيث أقام المواطنون احتفالا كبيرا تبادلوا فيه مع الشرطة أرق التهاني والأمنيات، كما عمت الاحتفالات كفر الشيخ ودمنهور والإسماعيلية. أما في السويس عروس القناة أضاءت الاحتفالات مباني المدينة، واحتفلت الشرطة المصرية الباسلة بإطلاق الأعيار النارية مباشرة على المحتفلين. وفي الإسكندرية تبادلت الشرطة والشعب الأحضان بطول الكورنيش. الشعب كله تبادل الأحضان، كلنا اتحضنا. أنا عن نفسي اتحضنت، وفي كل حتة بروحها ألاقي الناس قاعدين محضونين، لدرجة إن في ناس ماتوا محضونين. المهم، نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وشعبها وأن يثبتهم على الحق اللي هو نعم طبعا. الشعب اللي على حق ما يقولش في الاستفتاء لا. في إطار مشروع النهضة، قام حزب الحرية والعدالة برعاية احتفال العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر بهدف تنشيط السياحة، وأحيت الحفل الفنانة دولي شاهين. لا احنا شكلنا كنا ظالمين الإخوان يا جماعة. أيوه آسف، صححوا لي المعلومة دلوقتي إن أعضاء الحرية والعدالة غادروا الحفل فور صعود دولي على المسرح. مش فاهم ليه؟ ده حتى دولي نهضة على الآخر، يعني هتنهض أكتر من كده إيه؟ لازم يقف علشان أنجي. بعد ظهور ميليشيات عنف تابعة للسلطة في أثناء أحداث الاتحادية، أعلن مجموعة من الشباب ظهور تنظيم البلاك بلوك المعروف عالميا بالعنف في مصر لأول مرة. لا يا جماعة كده لا، الحكاية محتاجة وقفة. الموضوع ما بقاش يحتمل أي تهريج، خاصة بعد ما ظهر في الاشتباكات الأخيرة دي عناصر من أحد أخطر التنظيمات السرية في العالم، البلو كلوت. قامت وزارة الداخلية بشراء لباس جديد لقوات الأمن المركزي بدل اللباس القديم اللي اتهرى. لباس فرد الأمن المركزي الجديد الواحد بيكلف تقريبا 10,000 جنيه. اللباس الجديد يتميز بأنه واسع مرحرح ومزود خصيصا بغطاء للحوض مضاد للصدمات وللأصابع الخارجية. وزي ما احنا شايفين، اللباس الجديد ده هيرفع من كفاءة فرد الأمن المركزي المصري في أي اشتباك. عايش يا وحش. أعلن بنك التنمية والائتمان الزراعي عن قروض جديدة يقدمها للراغبين في الزواج، حيث قام بتوفير تلك القروض في 3 أشكال مختلفة. الزوجة الأولى يدفع عنها فوائد 3%، الزوجة الثانية 6%، الزوجة الثالثة 15%. أما في حالة تعثر السداد للأسف البنك هيضطر يحجز على المدائن. معلش يا باشا، عليه أقساط. في إطار الحوار المجتمعي والوحدة الوطنية، نحب نقدم لكم باكورة التعاون الفني بين الفنانة الكبيرة سما المصري وقناة الحافظ. يا حلاوة الواد ابن الأمريكانية، يا بولية كبيرة بلطج عندك داخلية. اوعى يا واد انت والوحش تقرب ليا يا معفنين. اتلم يا بنت يا غزية حمرا يا حلاوتك يا ابن الأمريكانية. أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقرير إن جهات التحقيق تلاحق صحفيين وكتاب في 24 قضية وبلاغ بتهمة إهانة الرئيس خلال 200 يوم فقط من حكم الرئيس محمد مرسي، وده مقابل 14 قضية خلال 115 سنة من تاريخ مصر، يعني من أيام الخديوي عباس حلمي الثاني. وبالتالي واضح إن المشكلة مش في الكتاب والصحفيين. قام الرئيس محمد مرسي ولأول مرة بتكريم مسيحية في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي لفوزها في مسابقة البحوث العلمية. سيلفانا تقول إن فوزها وتكريم الرئيس لها شهادة تؤكد أن الإسلام دين تسامح. ومع احترامنا الكامل للي قالته سيلفانا، وبغض النظر عن انهم لبسوها حجاب عشان تقدر تستلم الجايزة، نحب نقول للسيد الرئيس المسيحيين مش عايزين جوائز حضرتك، عايزين جماعتك يبطلوا تصريحات تنسب لهم انهم المسؤولين عن مليونات الاتحادية ومؤامرة اختطافك والجاسوسية والعمالة واخيرا البلاك بلوك. والآن مع فقرة تعليقات المشاهدين. إمام المهندسين بتسألني هو أنت ليه اسمك سكسك على تويتر؟ لأن سك واحد ما كانش كفاية. علي من السنبلاوين بيسألني تفتكر حوار الرئيس مع المعارضة هيجيب نتيجة؟ والله هو صحته بقى. ايناس من الدقي بتسأل هم الإخوان عايزين مننا إيه؟
والله يا ناس مش هينفع اقول، بس يعني هو حاجه عيب وحرام ويتهزلها 7 سماوات. وكالمعتاد معانا نجم الليله وكل ليله. ودي كانت حلقه الاسبوع ده من مش الاخبار. ابعتوا لنا اسئلتكم وتعليقاتكم على الهاشتاج ده وهنرد عليها. اشوفكم المره الجايه.